السلام عليكم، مساء النور، مساء الود ومساء الأمل. مرحبا بكم في بودكاست جديد بعنوان أنت وأنتي ماشي ضعاف، عندكم قوة داخلية. الإنسان ككائن حي خلق الله سبحانه وتعالى وجابوا الأرض باش يعمرها وباش يؤدي واحد المهمة، وهاد المهمة هادي باش تأدى خاصة واحد القوة، وهاد القوة هي قوة داخلية كبيرة كاينة عند الإنسان وميز الله سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات بها. هاد القوة هادي كاينة في الداخل ديالو، اكتشفها مع مرور الوقت وخدمها وبها وصل داكشي اللي وصل ليه اليوم. الانسان في البدايه كان كيعيش غير في الغابات، شويه بدا كيخدم عقله وبدا كيخدم ديك القوه اللي عنده باش يعيش في البيوت، شويه بدا كيطور من راسو، ولات عنده واحده رغبه كبيره باش انه يزيد يتطور وتولي حياته احسن. اذا شنو اللي كان كيحركه باش يوصل داكشي اللي هو دابا؟ شنو اللي كان كيحركه باش يوصل لهذا الشيء اللي ولا عايش فيه، اللي ولا كيفوق الخيال بالنسبه للانسان ديال الزمن الماضي؟ هادشي اللي كان كيحركه هو القوه الداخليه، هذيك القوه الداخليه ديالو والرغبه ديالو انه باش ينجح ويوصل لشي حاجه اللي ما عمر حققها شي مخلوق. ولكن مع مرور الوقت والحياة اللي تغيرت بزاف ولا كيحس الانسان ان راسو انه ولا ضعيف. كاين بعض الناس كيحسوا راسهم انهم ضعاف بزاف، راه كلنا كائنات بشريه، ولكن المشاعر ديالنا كيختلفوا والظروف ديال الحياه ديالنا كيختلفوا من شخص الى اخر. ولكن كاين بزاف ديال الناس منا في الداخل ديالهم كيحسوا راسهم انهم ضعاف. المحطه الاولى اللي غادي نهضروا فيها اليوم في البودكاست ديالنا غادي نهضروا فيها على شنو اللي كيخلي مني انسان ضعيف. اما المحطه الثانيه فغنهضروا فيها على كيفاش تخلي القوه الداخليه ديالك تخرج للوجود. فاش كتكون في شي بلاصه عامره بالناس منشوفه كتلاحظ باللي كاين نوعين ديال الناس. النوع الاول هو داك النوع اللي كتشوف فيه وكتحس به انه انسان ضعيف، كلشي كيبان على الملامح ديالو وعلى التصرفات ديالو. وكاين عاود النوع الثاني اللي كتشوف فيه وكتحس بواحد الهاله ديال القوه كتخرج منه، يعني من الملامح ديالو من الحضور ديالو كتحس انه انسان قوي. اذا شنو الفرق بين هاد جوج الانواع ديال الناس، وشنو اللي كيخلي النوع الاول يكون كيبان عليه داك الضعف والنوع الثاني كيبان عليه القوه؟ وبكل بساطة هادشي السبب ديالو هو القوة الداخلية. النوع الأول ما كيقدرش يحس راسو عنده قوة داخلية ولا مخبيها، ما كيبغيش يبينها وكتخليه يبان أنه إنسان ضعيف. النوع الثاني هذيك القوة تاعو كيتحكم فيها وكيخليها تخرج للوجود وتبان على الملامح ديالو. فهاد المحطة الأولى من البودكاست غادي نركزوا على النوع الأول وغادي نعرفوا شنو اللي كيخلي منهم اشخاص ضعاف، ولا شنو اللي كيخلي الانسان يحس راسو انسان ضعيف. واول سبب ممكن يخليك تحس راسك انسان ضعيف هو الخوف من المستقبل ومن التغيير. كاملين كنخافوا من المستقبل، كاملين عندنا التخوف، وهذا الشيء طبيعي جدا لاننا كنبقاو نتسائلوا كيفاش غيكون المستقبل ديالنا، واش غادي نحققوا داكشي اللي بغينا، واش غادي نوصلوا لداكشي اللي كنتمناو نوصلوا ليه الى اخره. كاملين عندنا هذا التخوف، وكما قلت هذا الشيء راه طبيعي جدا. ولكن اللي خايب هو فاش كيولي هذا الخوف عبارة عن هوس. كاين الناس اللي مهووسين بالتفكير في المستقبل، كاين الناس اللي ما كيعيشوش اللحظة، اللي ما كيعيش حياته يعني بواحد الاستمتاع ولا بواحد المتعة بسبب التفكير الزائد في المستقبل. تغيير هو كذلك تغيير عادي جدا، انك من مرحلة لمرحلة تغير وانك تطور، لان التغيير هو اللي كيساهم في التطور، والتطور هو اللي كيخليك تحس بواحد الرضا عن النفس وبواحد السعادة وبواحد المتعة في الحياة. اذا ما تخليش راسك تكون انسان ضعيف بسبب الخوف ديالك الكثير والخوف تاعك الغير طبيعي من المستقبل ومن التغيير. ثاني سبب كيخليك تحس بالضعف هو الاعتماد على الآخرين. هذه النقطة هذه هضرت عليها من قبل في البودكاست الماضي، ولكن غادي نطرق ليها عاوتاني لأن حتى هي سبب من الأسباب اللي كيخليو الإنسان يحس راسو ضعيف، لأنه كيولي معتمد على الناس بزاف. فاش كتكون معتمد على الغير، على والديك، على خوتك، على صحابك، على مرتك، على ولادك، في كل شيء، فاش كتكوني معتمدة على المحيط ديالك في كل شيء، فراك ما عمر غادي توصل
حتى شي حاجه، وما عمرك غادي توصلي حتى شي حاجه، لانكم كتحسوا راسكم دائما الناس ضعاف، خاص كلشي يدار لكم، ما كتعرفوا ديروا حتى شي حاجه بيديكم، ما كتعرفوا ديروا حتى شي حاجه للناس الاخرين، لان علاش تربيتوا على الاعتماد على الاخرين. الا طبى فيك هذا الامر هذا، فعرف راسك غادي تبقى ديما تحس راسك ضعيف، وتحس بواحد النقص، وتحس ان الناس كلهم احسن منك، وغادي تبقى في ديك القوقعه ديال راسك بوحدك، وكتبقى تعاود في هذيك الفكره ديال انا ضعيف انا ضعيف، وفعلا كتبان عليك ملامح ديال الضعف. وثالث سبب يقدر يخليك تحس راسك انسان ضعيف وتعيش هذا الشعور هذا، فهو التاثر بالمحيط السلبي ولا المحيط اللي هو توكسيك. الا كان المحيط ديالك محيط اللي هو سيء وتوكسيك وفيه غير كثره السلبيه، فاكيد ما غاديش تحقق حتى شي حاجه في حياتك. الا بقيتي فيه اكيد ما غادي تحقق حتى شي حاجه ابدا، لانك اصلا عايش واحد وسط واحد المحيط اللي هو كله سلبيات، واحد المحيط اللي ما كيرحمش. اذا فعادي انك تاثر بهذا المحيط هذا وتحس انك انسان ضعيف جدا. للاسف امتى كيكون هذا المحيط يعني مدمر جدا، اذا كان المحيط اللي هو عائلي. بزاف ديال الناس كيتاذوا من المحيط العائلي ديالهم، وشكون هما الناس اللي كيقدروا يخرجوا من هذاك القوقعه ويحسوا راسهم انهم ناجحين وناس اقوياء، هما اللي كيبعدوا من هذاك المحيط ديالهم وكيغيروه. ماشي سهل انك تغير المحيط ديالك، ولكن على الاقل حاول انك تبعد عليه الا قدرتي. الا ما قدرتش حاول انك دير واحد المناعه وتربي واحد المناعه ضد يعني دوك الامور السيئه اللي كيتسبب فيهم هذا المحيط ليك. اذا الناس اللي كيعيشوا فواحد المحيط اللي هو توكسيك بزاف، فهاد الناس هادو للاسف كيحسوا راسهم ديما ناس ضعاف، لان المحيط ديالهم كيأثر عليهم بشكل اللي هو كبير جدا. الا كان المحيط ديالك واحد المحيط اللي هو سلبي بزاف، يعني عامر بالناس اللي هما سلبيين، فيما مشيتي كتلقى اللي كيتشكى، فيما مشيتي كتلقى اللي كيخاصم، فيما مشيتي كتلقى اللي كيتعصب، يعني ما كاينش الناس اللي كيتفائلوا، الناس اللي كيخليوك تحس راسك مقبل على الحياه، اللي كيخليوك تحب الحياه. الا كنتي كتعيش ولا المحيط ديالك واحد الوسط اللي عامر بالناس اللي هما سلبيين، فاكيد غادي تولي انت سلبي وغادي تاثر ديك الافكار ديالهم. للاسف الشديد الافكار السلبيه كينتقلوا بحال النار في الهشيم، يعني بسرعه كبيره. الا كنتي كتمشي مع شي شخص اللي هو سلبي وتعاشرتي معاه، فاكيد غادي يوليو عندك الافكار ديالو مع المده، ما غاديش تحس بطبيعه الحال، ولكن غادي ينتقلوا لك تدريجيا. والعكس صحيح، الا كنتي مع اشخاص اللي هما ايجابيين فاكيد كتاثر بهم وافكارهم وكتولي حياتك احسن. اذا رابع سبب كيخليك انك تحس انك يعني انسان اللي هو ضعيف بزاف، فهو الاحاطه باشخاص اللي هما سلبيين. واخيرا خليوني نشارك معكم السبب الخامس والاخير اللي كيخليكم تعيشوا داك الشعور ديال الضعف وتحسوا راسكم انكم ناس اللي هما ضعاف. هذا السبب هذا هو التقوقع والانعزال. الا كنتي شي شخص اللي كيسد على راسو بزاف وكيتقوقع وكينعزل، يعني ما كيبغيش يهضر مع الناس، ما كيبغيش يتحاك مع الناس، ما كيبغيش يتناقش مع الناس ولا يخرج مع الناس، فعرف راسك انك سديتي على راسك في واحد المتاهه وغتبقى عايش فيها. كاين الناس بزاف يعني منعزلين وكذا، ولكن في نفس الوقت كيعيشوا حياه اجتماعيه، فاش كيخرجوا يدوروا، فاش كيمشيو للمناسبات، واخا هما كيميلوا للانعزال في حياتهم العاديه. هاد الناس هادو شادين ليكيليبر وعارفين كيفاش يديروا حدود، يعني حياتهم الشخصيه كتبقى شخصيه منعزلين بها، وحياتهم الاجتماعيه راه كيعيشوها فاش كيخرجوا للوجود. ولكن اللي خايب هو انك تكون من داك النوع اللي كيتقوقع على راسو، كينعزل ديال بصح، يعني كيسد على راسو، ما كيبغيش يهضر مع شي حد، ما كيبغيش يخرج مع حتى شي واحد، فيما مشى كيجلس مع راسو، فاش كيجلس وحده الناس كينوض كيخرج كيبدل البلاصه الى اخره. يعني هذاك الشخص اللي وضع واحد الحدود اللي هي كبيره بزاف وتسبب لراسو في واحد التقوقع وواحد الانعزال اللي هو كبير. انا ما كنهضرش هنا على الناس اللي عزيز عليهم الانعزال هكا كما قلت لكم، يعني مره يبقى مع راسو يدير انشطه مع راسو، ولكن فاش كتمشي مع الناس كيولي اجتماعي. هذا النوع راه انا براسي منه، عزيز عليا نبقى مع راسي كالم، يعني ما عزيزش عليا قوه الصداع، نبقى جالسه هكا في الدار ندير مهام ندير انشطه. ولكن فاش كنخرج مع الناس ولا كنجلس مع الناس كنولي اجتماعيه بطبيعه الحال. اذا ما تخليش راسك تكون متقوقع ومنعزل جدا، لان هذا الشيء هو اللي كيسبب لك انك تحس راسك انسان اللي هو ضعيف جدا.
ومن بعد ما سالات المحطة الأولى، الطائرة ديالنا شدات الرحال ديالها للمحطة الثانية اللي غادي نهضروا فيها على كيفاش تخلي القوة الداخلية ديالك تخرج للوجود. هاد المحطة هذه غادي نركزوا فيها كذلك على 5 ديال الحاجات اللي ولا 5 ديال لي زاستيس اللي غيخليوكم تحرروا ديك القوة الداخلية وتخليوها تخرج للوجود ويحسوا بها الناس، يعني فين ما مشيتوا يحسوا الناس انكم اشخاص اللي هما اقوياء بزاف. اذا أول حاجة هي الرغبة في التغيير، خاص تكون عندك رغبة كبيرة في أنك تغير، يعني تغير عقليتك، تغير أفكارك، تغير عاداتك، تغير حتى محيطك إلى لازم الأمر. التغيير ما كيجيش بسهولة ولكن كيجي عبر مراحل، غير هو الإنسان تكون عنده ديك الرغبة الحقيقية ديال التغيير باش يحقق هذا التغيير في الأخير. إذا ما كانش عندك الرغبة أنك تغير فراه واخا تحاول تعيا ما عمرك غادي تولي أحسن. الرغبة في التغيير كتجي من الداخل ديال الانسان، هي كتحرك هذيك القوة الداخلية. فاش كتولي عندك الرغبة انك تولي انسان مزيان وانسان ناجح وانسان يعني يضرب به المثل، فهذيك الرغبة الحقيقية كتحرك هذيك القوة الداخلية ديالك وكتخليها انها تخرج للوجود. اذا اول حاجة خصها تكون عندك هي الرغبة في التغيير. تاني حاجة ممكن تساعدك أو تعاونك أنك تخلي القوة الداخلية ديالك تخرج للوجود هي التصالح مع الذات. إذا كنتي شي شخص اللي ما كيحملش راسو، إذا كنتي شخص اللي كينتقد راسو بزاف وما متصالحش مع ذاته، فما عمرك غادي تكون إنسان مزيان وما عمرك غادي تخلي القوة الداخلية ديالك تبان عليك على الملامح ديالك في التصرفات ديالك، في اي حاجه كديرها في حياتك، لان انت بالاساس في الداخل ديالك سد عليها وشنقها ويعني خايف انها تخرج للوجود، خايف انها تاثر عليك، مع العلم ان القوه الداخليه بالعكس هي اللي المحرك ديالك الاساسي باش تولي انسان افضل. اذا كنتي انسان ما متصالحش مع ذاته فما عمرك غادي تكون انسان اللي عنده حضور قوي، انسان اللي كيحترمه الناس، انسان اللي كيتضرب به المثل واللي كيتعلموا منه الناس. خاصك تكون متصالح مع ذاتك، بغي راسك حتى انتي، بغيو راسكم، ما تقصروش من جهتها. راه ما تنساوش ان لنفسك عليك حق، وهذا الحق هذا من اهم حق هو انك تبغي راسك. انا ما كنتش كنعرف اهميه هذه القضيه هذه، ولكن مع مرور الوقت قدرت نفهمها. راه فعلا فاش كتبغي راسك راه كلشي كيسهل وكلشي الحياه كتبان لك بواحد النظره يعني مختلفه جدا وكتولي مقبل عليها كما هضرنا من قبل في البودكاست ديالنا. اذا تعلمتوا انكم تبغيو راسكم فاكيد هذا تحسوا بواحد القوه كبيره كتطلع منكم، يعني كتخرج منكم. هذا كيكون واحد الاحساس اللي هو داخلي وكيبان في الملامح وفي التصرفات وفي المحيط ديالكم في كل شيء. اذا تعلموا انكم تصالحوا مع ذاتكم باش تقدر ديك القوه الداخليه تبان وتخرج للوجود. باش تحس راسك انسان قوي جدا خاصك تغير من التصرفات ديالك والعادات ديالك. الا كانوا عندك شي تصرفات اللي هما خايبين او سيئين او تصرفات ما مقبولينش، فحاول انك تبدل هاد التصرفات هذه وتغيرها نحو الاحسن. حاول تحطها وتكتبها في ورقه، ها انا شنو الديفو تاعي، هاد الديفو تاعي وهاد الديفو تاعي، وهاد لي ديفو هادو غادي نخدم عليهم وغادي يوليو شي حاجه اللي هي مزيانه، يعني غادي نعكسهم، غادي نردهم للصالح ديالي. كذلك العادات، اذا كانوا عندك شي عادات اللي هما خايبين بزاف، مثلا كنتي كسول بزاف، كنتي نعاس بزاف، كنتي معكاز بزاف، فحاول انك تغير هاد العادات هادو. هاد العادات اللي يقدروا يبانوا لك شي حاجه اللي هي بسيطه جدا فهما اللي كيأثروا بشكل كبير على حياتك. غيروا العادات ديالكم. راه اكيد مؤخرا وليتوا كتسمعوا بزاف هذا المصطلح هذا ديال تغيير العادات، لان فعلا العادات ديالنا اليوميه هما اللي كيشكلوا حياتنا الحقيقيه. اذا غيروا من العادات تاعكم. اذا كان عندكم عادات سيئه حاولوا تكتسبوا عادات جداد، عادات اللي هما مزيانين. مثلا انا قدرت نكتسب بزاف ديال العادات في السنوات الاخيره اللي هما مزيانين. مثلا ولات عندي العاده ديال تنظيم الوقت، وليت ما يمكنش انني ندوز شي فتره ما نظمتش فيها وقتي. فعلا كيجيو فترات كيكون عندي شي حاجه مشارجيه ولا مديرون جاني ولا كذا، ما كنقدش ننظم وقتي بشكل اللي هو صحيح، ولكن غير كتفوت هذيك الفتره بسيطه كنرجع كنظم الامور باش تمشى حياتي وتمشى يعني الامور عندي كما موافقه انها تمشى.
وكذلك كاين بزاف ديال العادات وحدين اخرين قدرت انني نكتسبهم. كنت عطيتكم دابا غير مثال، ولكن كاين بزاف منهم وكنحاول انني نحافظ عليهم ديما. اذا غيروا من التصرفات ديالكم ومن العادات ديالكم الا بغيتوا تحسوا راسكم انكم ناس اللي هما اقوياء ومتحكمين في كل شيء، وبالتالي القوه الداخليه غادي تبان عليكم وتخرج للوجود. اذا ثالث طريقة باش تقدروا أنكم تبينوا القوة الداخلية ديالكم وتخليوها تخرج للوجود فهي تغيير التصرفات والعادات. اما رابع حاجه غادي تعاونكم باش توليو تحسوا راسكم ناس اللي هما اقوياء وتكونوا فعلا ناس اقوياء، فهي الخروج للوجود وانكم تكونوا ناس اللي هما اجتماعيين. حاول انك تخرج للوجود، حاول انك ما تبقاش تسد على راسك وتسد على الناس كاملين. حنا خلقنا الله ككائنات يعني اجتماعيه، ما نقدروش نعيشوا بوحدنا الى الابد، ما نقدروش نبقاو بوحدنا الى الابد. واخا يكون كيعجبنا الانعزال مره واخا ما عرفت شنو، ولكن ما كنقدروش اننا نعيشوا بوحدنا فقط، لان حنا كائنات اجتماعيه بالفطره. الانسان خاصو ما يكونش انسان هو ساد على راسو وبعد على الناس. الا بعد على الناس غيبعد على الحياه، ولكن خاصو يتعلم يدير التوازن والاعتدال. كذلك خاصكم تكونوا ناس اللي هما اجتماعيين، يعني تعرفوا على ناس جداد، تعرفوا على صداقات جداد، على كونوا اجتماعيين في الخدمه ديالكم، في قرايتكم، في العائلات ديالكم الى اخره. بصح حنا ولينا في واحد الزمن اللي هو كلشي ولاو فيه العلاقات شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، فيها بزاف ديال المشاكل كذا، ولكن هذا ما كيعنيش اننا خصنا نسدوا على راسنا وما نعيشوش مع الناس، لان اصلا هما منا وحنا منهم. ما يمكنش نبقاو بوحدنا حياتنا كامله، وما يمكنش نبقاو بوحدنا الى الابد، لان ربي خلقنا هكذا والحياه هكذا كتمشى. غير هو خاصنا كما قلت لكم التوازن والاعتدال فقط. اذا خرج للوجود ولا خرجي للوجود، وحاولوا تكونوا ناس اجتماعيين، وحاولوا انكم يعني تعرفوا على ناس جداد، تبينوا للناس مدى القوه ديالكم من خلال التصرفات والعادات ديالكم، ومن خلال حبكم لراسكم ورغبتكم انكم تغيروا تكونوا الناس اللي هما مزيانين، وخدموا على راسكم باش توصلوا لهاد النقط هادو. اذا خرجوا للوجود وما تسدوش على راسكم، واكيد هاد القوه هذه غادي تبان عليكم. اما الاستيس الاخيره ولا الطريقه الاخيره ولا الحاجه الاخيره والخامسه اللي غادي تعاونكم باش تخليو القوه ديالكم تبان وتخرج للوجود، هي تطوير الشخصيه واكتساب الكاريزما. بالنسبه لي هذه اهم نقطه في هذه المحطه هذه، لان شخصيه الانسان هي اهم حاجه خصو يخدم عليها ويطورها باش يتفكوا مشاكله كاملين في هذه الحياه. شخصيتك هي انت، شخصيتك كتساوي انت. الشخصيه هي كل شيء، هي اللي كتلعب الدور في هذه الحياه. الانسان كلنا خلقنا ربي سواسية، ولكن كل واحد فينا كيتميز بواحد الشخصية اللي كتميزه عن الآخر. الشخصية هي واحد الحاجة اللي مهمة خصها تكون عندك وتكون تخدم عليها مزيان وبالدرجة الأولى. الشخصية هي الأساس ديالك، هي كل شيء فيك. إلا ما عندك الشخصية راه ما عندك والو. وهذا الشيء كنقولوا حتى في المحيط ديالنا، كنقولوا هذاك الشخص ما عندوش شخصية، ولا هذاك الشخص عنده شخصية تبارك الله. يعني الشخصية هي اللي كتبين القوة الداخلية ديالك، وهي اللي كتخليك تبان أنك إنسان قوي. خلي شخصيتك مزيانة، طورها، خدم عليها، بدل فيها الحاجات اللي هما خايبين، خدم فيها على الحاجات اللي هما مزيانين، طورها مزيان باش تبان القوة ديالك في الملامح ديالك، في التصرفات ديالك وفي الكاريزما ديالك. وهذه هي اهم حاجه. وثاني حاجه غنهضر عليها في هذه النقطه هذه وهي اكتساب الكاريزما. اي شخص عنده كاريزما فهو عنده حضور. كيكون بعض المرات كتكون بعض المرات في شي بلاصه اللي عامره بالناس، كيجي واحد الشخص كلشي كيثير الانتباه ديال الناس. هذاك الشخص هذا كيثير الانتباه ديال الناس بالحضور ديالو وبالكاريزما ديالو، وكتبقى تسائل بينك وبين راسك علاش الانتباه ديال الناس مشاو لهداك الشخص بالضبط. مع العلم المكان كيكون عامر بزاف ديال الناس، الانتباه مشى بالضبط لهداك الشخص لان عنده كاريزما، عنده حضور. هذاك الشخص القوه ديالو اللي في الداخل بانت على وجهه، بانت على الحضور ديالو، على التصرفات ديالو مع الناس. داكشي علاش كتلقاه شخص اللي هو محبوب، شخص اللي كلشي كيبغي يكون معاه، شخص اللي كيكون الحضور ديالو مهم في اي بلاصه. اذا الكاريزما شي حاجه اللي هي مكتسبه، خاص الواحد يتعلم انها تكون عنده. وماشي يعني ماشي صعيبه انك ما تكونش عندك كاريزما، بالعكس
خصك غير تفهم كيفاش داير القلب ديال هاد الكاريزما هادي وتخدم على شخصيتك تطورها، واكيد مع المده غادي تكون عندك حتى انت وتبان انسان اللي هو قوي جدا. وتقدروا تبحثوا على هذا الموضوع ديال الكاريزما، راه كاين بزاف ديال المواضيع فيه مؤخرا واللي هما مواضيع اللي هما صراحه زوينين بزاف ومفيدين، وغادي تعلمكم كيفاش غادي تكون عندكم الكاريزما اللي هي ايجابيه واللي تخليكم ناس اللي هما اقوياء. وهكا غادي يكون سال البودكاست ديالنا اليوم اللي هضرنا فيه على القوة الداخلية، وبينت لكم باللي انكم ماشي ناس ضعاف، بالعكس نتوما ناس اقوياء، ولكن الا خدمتوا على راسكم وحاولتوا تبينوا القوة الداخلية ديالكم من خلال تصرفات ومن خلال العادات ومن خلال كاع الحاجات اللي كيشكلوا حياتكم اليوميه. وفي انتظار انني يعني نحضر لكم هذا البودكاست اللي هو جديد. خليوا لي التعليقات ديالكم تحت هذا الفيديو هذا، وخليوا لي الاراء ديالكم، وخليوا لي الافكار ديالكم اللي بغيتوا انني نهضر عليهم ونناقشوهم. وما تنسوش تدعموني بواحد سبسكرايب وواحد لايك الى جات على خاطركم بطبيعه الحال، لان الهدف تاعي من هذا البودكاست هذا هو انني نوصل الافكار ديالي. من بعد ما كنت كنكتبها في الفيسبوك على شكل بوستات، قررت انني نديرها على شكل بودكاست ونشاركها معكم. اذا ما تنسوش تشجعوني، وشكرا لكم جزيلا مسبقا، وتحياتي والى بودكاست اخر ان شاء الله.